سبويلر اليرت. مش فاهمه هل انا الوحيده اللي متضايقه من الاندنج وان هو خلص واتكروت؟ انتوا بوظتوا المسلسل كان حلو قوي. المسلسل بتاع هيد اوفر هيلز بما انه خلص خلاص واتفرجت على 12 حلقه وعرفت ان هو كان المفروض يكون 16 حلقه مش 12 حلقه، وبسبب تقريبا الموضوع ده انا اخر حلقتين بالنسبه لي المسلسل كان ماشي بليفل عالي جدا، كان عاجبني جدا، كان تحفه، تمثيل، قصه، ستوري، بلوت تويست، كل حاجه كانت حلوه لحد الحلقه ال11 ما بقتش فاهمه هو ايه اللي حصل. الحلقه ال12 كملت فهمت السنه بسيطه بس برضو حاجات بالنسبه لي مش مفهومه ومش فاهمه حصلت ليه. ما شرحولناش ليه يوميا هي شريره من الاول وعماله بتدور انها عايزه تعمل اللي هو هير اون دايتي، وزي فجاه لقينا سونيا خارجه اون ديت مع يونج يو والمفروض ان هو جوه جسمه وان هو المحبوس جوه والهيكل من بره هو بونج سو. فده ما فهمناش ده حصل ازاي. وفجاه ويندي كيست ان فجاه هو نام، السول بتاعته طلعت وفضلت ماشيه ورا سونيا، ما فهمتش ايه اللي حصل وهي حبسته جوه جسمها. برضو دي مش حاجه مش قادره افهمها. المفروض ان هما بيتقابلوا في وقت معين، جون يو حاول ان هو يقابل سونيا ما عرفش ان هو يتقابلوا، فجاه دخل جوه الحلم اللي كانت بتحلمه سونيا. فجاه برضو ويندي كيست هو خد السول بتاعت بونج سو. حسيت اللي هو انا مش فاهمه حاجه بجد، هو انا مش فاهمه حاجه، هو ايه اللي حصل ده؟ وازاي لما جون يو خد السول في الاخر بتاعت بونج سو هو اللي بقى مسيطر على بونج سو ان هو ما يقدرش يطلع؟ عمل ايه عشان هو ما يطلعش؟ ما بقتش فاهمه حاجه. حسيت ان انا ام كومبليتلي لوست. انتوا بوظتوا المسلسل كان حلو قوي. انا بالنسبه لي المسلسل كان 10 اوت اوف 10 لحد الحلقه ال11. من اول ال11 انا بقى مثلا 7 من 10. ما بقتش فاهمه حاجه. هابي اندنج وكل حاجه. انا مش فاهمه مش عارفه هل انا اللي غبيه ولا ده حاجه ليها دعوه بالشمان والجو ده انا مش فاهماه. فيا ريت يا جماعه اللي فاهم يا ريت يفهمني.